يستمر سلم أزمان كرة القدم تسجيل المباريات المثيرة حتى لا تنتهي حاسة المتعة لدى جماهيرها. أسبوع جديد سيكون مليئا بالكثير من الصدامات القوية في جميع المسابقات سواء القارية أو المحلية، والبداية ستكون بمباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق ليلة الثلاثاء بمباراتين أوليين سيجمعان لونس الفرنسي إشبيليا الإسباني، وكذلك بي اس في ايندهوفن الهولندي وارسنال الانجليزي. بنهاية هاتين المباراتين سيطلق العنان لمجموعة لقاءات أخرى يتصدر مشهدها لقاء مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ. شرط وحيد سيضمن لكتيبة تينغ هاغ التأهل، وهو تحقيق الفوز وانتظار التعادل بين كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي. في نفس تلك الليلة وفي نفس التوقيت، أي على 11:00 بتوقيت مكة، سيبحث ريال مدريد عن مواصلة سلسلته الإيجابية من بوابة يونيون برلين، فيما يلتقي نابولي مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي. مواجهات المجموعة السادسة ستتصدر عنوان الأسبوع في الشامبيونز ليج، حيث سيصطدم ميلان بنيوكاسل، فيما سيتحول باريس سان جيرمان لمعقل المتأهل سلفا بوروسيا دورتموند. لعبة الصراع من أجل التذكرة الثانية ستغير ألوان صاحبها مع كل تغيير في النتيجة بين المباراتين، ولن تحسم إلا بنهايتهما. بطل دوري الأبطال مانشستر سيتي سيدافع عن سجله الخالي من الهزائم أمام النجم الأحمر الصربي، وسيلتقي برشلونة بفريق أنتويرب البلجيكي، كما سيصطدم أتلتيكو مدريد الإسباني بلاتسيو الإيطالي. ليلة الخميس أيضاً صارت بدورها محل متابعة للجماهير الأوروبية وغيرها، فتواجد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح كفيل بأن يشد أنظارها. فرقة الريدز ستلتقي على 45:40 ليلاً بتوقيت مكة، مضيفها رويال يونيون سانغ غالواز البلجيكي. في نفس التوقيت سيلتقي روما شريف تيراسبول البولودوفي، وسيواجه باير ليفركوزن مولدا النرويجي، بينما ستتصدر مواجهات ريال بيتيز ورينجرز برايتون ومارسيليا قائمة المباريات التي ستبدأ 11:00 ليلا. وبين كل هذه المباريات، من ستشجع؟ اتركوا أسماء الفرق التي ستدعمونها في تعليق.